now that I know that, I am going to ruin wrestling for every fan, for every wrestler, for everyone. Write history. في كلام كتير قوي انتشر الفترة اللي فاتت عن ان جون سينا غير راضي عن الجولة الاعتزالية اللي تريبل اتش والدبليو دبليو اي قدموها له، وكلام تاني طلع ان ذا روك حابب يتدخل ويعدل الجولة الاعتزالية بتاعت جون سينا في الختامية بتاعتها. فلو جينا للموضوع الاول ان جون سينا غير راضي عن الجولة الاعتزالية فده حقه لو الكلام ده صحيح، لان بصراحة الجولة الاعتزالية بتاعت جون سينا كانت بادئة في قمة وكانت هتوصل لحاجة كبيرة قوي لو الدبليو دبليو اي استغلتها واستغلت القصص صح، ولكن الدبليو دبليو اي وتريبل اتش ممكن انا اعذرهم شويه في شويه حاجات كتيره قوي. اولها هو ان الدبليو دبليو اي هي اللي اتسرعت واختارت ان جون سينا يتحول هيل في الفتره الاعتزاليه بتاعته، وتريبل اتش طلع واكد الكلام ده، بغض النظر ان الخطه الاصليه اصلا ان كيفن اونز هو اللي يتحول هيل ويبيع روحه لذا روك في عرض الاليمينيشن تشامبر زي ما تم توضيحه في الوثائقي بتاع نتفليكس ان ريل، وذا روك كان هو اللي مقترح الفكره دي من البدايه وكانت هتبقى عظيمه، ولكن مسؤول الدبليو دبليو اي والتريبل اتش والاداره المسؤوله عن الكتابه قرروا ان هم ياخدوا جون سينا ان هو اللي يتحول هيل ويقلب للشخصيه الهيل ويدمر كودي رودز في عرض الاليمينيشن تشامبر ويبيع روحه لذا روك، ولكن تحول جون سينا الهيل ما فادش لجون سينا باي حاجه خالص. جون سينا رجع فيس مره تانية بطريقه غريبه جدا بعد ما كودي رودز اهانه في سماك داون اللي بعده جون سينا تحول فيس وقرر يلاعب كودي رودز مباراه في سمر سلام. المباراه كانت عظيمه، ولكن تحول جون سينا للشخصيه الهيل هو كان غير منطقي بس كان قرار حلو. تحول جون سينا للشخصيه الفيس هو قرار غير منطقي برضه بس للاسف قرار سيء جدا، بس ما اعتقدش ان جون سينا متضايق من تحوله الهيل او متضايق ان هو تحول فيس. اعتقد ان جون سينا متضايق بسبب حاجه تانية خالص. لو انا جيت ابص للاسباب ان جون سينا تحول فيها هيل فاقول عادي، امر طبيعي جدا وبيحصل، اي مصارع ممكن يتحول هيل ايا كان هو مين، ولكن الامر الغير عادي ان الدبليو دبليو اي حطت مواعيد معينه لظهور جون سينا خلال الجوله الاعتزاليه، وبصراحه ده حرق العداوه وحرق القصه اللي جون سينا بيقدمها داخل الدبليو دبليو اي. فيها ايه لو جون سينا مثلا كان موضوع الظهور ده كان تم حجبه وخلى مثلا جون سينا يظهر بشكل مفاجئ او شكل غير معلن في العروض الاسبوعيه مثلا؟ هقول لكم ليه الدبليو دبليو ما عملتش كده. اي عرض اسبوعي او اي عرض شهري بتستضيفه مدينه معينه الدبليو دبليو اي بتطبع تيشيرت خاص بالمدينه دي علشان تبيع منه، واكبر مبيعات انا اعتقد حصلت لتيشيرت جون سينا هي مبيعات عرض كراون جول، لان جمهور استراليا كله اللي في القاعه كان لابس تيشيرت جون سينا اللي مشارك بيه. فالدبليو دبليو اي للاسف ما كانتش بتستفيد من جون سينا كقصص، كانت بتستفيد من جون سينا من خلال المبيعات، اللي هو الدبليو دبليو خلاص بقى جون سينا يعتزل ومش هيكون له مثلا تيشيرتات تانية على القمه، فاحنا نستغلها، احنا نعمل 42 تيشيرت لجون سينا مختلف يقدمه في كل مدينه يزورها جون سينا علشان نحقق منه مبيعات، وكده كده جون سينا هيحقق فيوز. ولكن كان من الاول ان الدبليو دبليو اي لما حولت جون سينا للشخصيه الهيل كان واجب على الدبليو دبليو اي انها تغير تيشيرتات جون سينا الطفوليه اللي هو بيدخل بيها دي. انا ما طلبتش ان احنا نغير الاغنيه بتاعت جون سينا اغنيه اسطوريه لازم تكون ثابته، هي اصلا لا على جون سينا هو هيل اكتر من هو فيس اصلا، ولكن الفكره ان الدبليو دبليو كانت محتاجه تغير التيشيرتات الطفوليه واللبس بتاع جون سينا. يعني ايه اكون مصارع هيل داخل الشركه ومره ادخل بتيشيرت احمر، تيشيرت اصفر، تيشيرت اخضر، تيشيرت ازرق، تيشيرت ابيض؟ انا مصارع هيل علشان اقدم هيل وكاريزما يبقى لازم اغير في كل حاجه. انت اوريدي غيرت طريقه الكلام، بقيت تعنف اي حد يقف قصادك على الرينج وما بترحمش حد على المايك، يبقى تغير بقى التيشيرتات اللي انت بتعملها دي. اصل جون سينا قال سبب غير مقنع خالص لما تحول لهيل، وقال ان انا مش محتاج اغير التيشيرتات بتاعتي دي اللي بتلبسها كل الناس اللي موجوده. ولما قال لكودي رودز انت مش محتاج بدله انيقه ولبس شيك علشان تثبت انك السوبر هيرو داخل الشركه. والله يا جون سينا انا شايف ان المصارع الهيل لو غير من طريقه لبسه وغير من كل حاجه بيعملها هيبقى مصارع جامد جدا. يعني مثلا انت عندك هوجن كان بيلبس اللبس اللي هو الاحمر فاصفر، الدخله الجامده بتاعته، الاغاني. اول ما تحول هيل في الدبليو سي دبليو
فيديو اللبس اتغير. هوليوود هوجن بنطلون اسود، حزام جلد اسود، نضاره سودا، يعني هو غير من اللبس خلاه كاريزماتيك اكتر ويكون لايق على الشخصيه. انما اللبس بتاع جون سينا انا شايفه احد اسباب فشل الجوله الاعتزاليه بشكل كبير. انا عارف ان احنا بنحب اللبس ده كويس قوي، وكلنا شايفين ان اللبس ده مفيش منه اصلا، هو لبس ايقوني وبيليق، وتيشيرتات جون سينا حلوه، ولكن للشخصيه الفيس. تخيل مثلا جون سينا كان اول برومو ليه وسيجمنت ليه يخش بلبس مختلف، ولما يتحول فيس يرجع للبس القديم مره تانية، وتبقى انت يا تريبل اتش استفدت مبيعات من الاثنين. اللبس الليل بتاع جون سينا ده انا متاكد انه كان هيتصدر المبيعات رقم 1، ولما يرجع لللبس الفيس مره تانية اللبس الفيس هيرجع يتصدر المبيعات رقم 1 برضه، لان ده جون سينا، ده الجوت، ده محبينه حوالين العالم كله. انا ممكن اقول ان ده ممكن يكون ضايق جون سينا شويه موضوع اللبس ده. موضوع الاغنيه انا شايف ان الاغنيه مناسبه، ولكن نيجي كده لشويه اسباب معينه ممكن تكون هي اللي خلت الجوله الاعتزاليه بتاعت جون سينا تطلع بشكل سيء. السبب الاول معانا ان جون سينا في عام 2025 يعتبر شارك فيها كمصارع بارت تايمر، بيظهر على فترات معينه، وده بصراحه ما ينفعش. انت بتقدم اخر سنه ليك في الاتحاد، كنت على الاقل تبقى فول تايمر طول السنه، تعمل عداوات كتيره. طالما مش قادر تقدم جوله اعتزاليه وجدولك مزدحم بسبب الافلام اللي انت بتصورها، يبقى كنت تاجل الجوله الاعتزاليه دي لحد ما تخلص افلامك وترجع للدبليو دبليو اي. انا عارف ان جون سينا انتهى بنسبه 100% زي ما هو قال. جون سينا مش هيقدر يقدم حاجه تاني على الحلبه، مش هيقدر يصمد تاني قصاد حد في نزال. جون سينا انتهى، واللي بيقدمه حاليا ده يعتبر حلاوه روح نتيجه الخبره والموهبه اللي عند جون سينا. ففكروا معايا كده، لو كان جون سينا مصارع فول تايمر في عام 2025، انا ما بطالبش ان هو يظهر كل عرض رو، بس مثلا يظهر عرض الرو ده، عرض الرو اللي بعده يقطع اللي بعده وبعدين يظهر اللي بعده، انما مش تقطع لي فتره طويله قوي على ما بتقدم العداوات. يا اخي ده انت في عداوات ما تمش البناء ليها خالص، زي عداوتك مع ايج ستايلز الاخيره ديت. انا عارف انها مش محتاجه بناء، بس لو كنا شفنا سيجمنت ما بينكم بسيط كده على الحلبه فيس تو فيس، ترجعونا لايام سماك داون لايف زمان كده، كنا هنحب الموضوع مش هنقول لا. مباراه بروك ليزنر الكارثيه من حيث البناء ومن حيث النتيجه ومن حيث كل حاجه، اللي كانت طلعت عليها اشاعات كتير جدا ان النتيجه الاصليه في المباراه ديت هي انتصار جون سينا بعد فتره طويله من المباراه، والمباراه تستمر كتير. وفجاه شفنا في الحلبه ان بروك ليزنر عامل جون سينا جزامه وعمال يعمل له F5 وما رحمهوش، والنتيجه ثبت وفاز، وبعدين جون سينا خرج عادي. والفكره ان الدبليو دبليو اي مش هتقدم مباراه جديده ما بين جون سينا وبروك ليزنر. انا حابب اقول لكم ان عوده بروك ليزنر للدبليو دبليو اي من اسوأ العودات اللي انا شفتها بصراحه، لا دخل في قصه الفيجن ولا عداوته، استكمال عداوته مع جون سينا ونهايتها كانت حلوه. فانا اعتقد ان السبب الثاني هو ان مباراه بروك ليزنر ديت جون سينا غير راضي عنها تماما. جون سينا كان طالع على الحلبه قبل مباراه بروك ليزنر بيقولوا ان هو خايف من بروك ليزنر، بس علشان جون سينا هو السوبر هيرو مش هينفع ينسحب من المباراه دي، مع انه في ايده قرار الانسحاب. يعني انت بتبين افضل بطل جه على مر التاريخ في الشركه كله وافضل المصارعين، بتبين له ان هو خايف من حته بروك ليزنر. الدبليو دبليو اي رجعت بروك ليزنر كوحش كاسر، وفي النهايه الدبليو دبليو انا متاكد انها تخسر بروك ليزنر خساره عبيطه تموت السيناريو اللي بروك ليزنر رجع بيه مره ثانيه. السبب الثالث معانا وهو فكره الفاينل بوس ذا روك، اللي يعتبر ظهر مره واحده بس في الجوله الاعتزاليه بتاعه جون سينا، لما تحول ايله وبعدها ذا روك اختفى. لا ظهر في الراس المانيا، لا ظهر في سمر اسلام، ومن يومين ذا روك كان بيعلن ان هو مستعد يتدخل في الجوله الاعتزاليه بتاعه جون سينا ويعدلها، ويكون هو الخصم الاخير لجون سينا والخصم المناسب لجون سينا في نهايه الجوله الاعتزاليه. طبعا الكلام ده انتشر بصوره فظيعه جدا على السوشيال ميديا. انا بصراحه شايف ان جون سينا ما يلاعبش اي حد من نجوم الشباب في ختاميه الجوله الاعتزاليه في اخر مباراه له، لان بنسبه كبيره جون سينا لازم يضحي ويخسر للنجم ده، سواء هو برون بريكر سواء هو جونتر زي ما الاشاعات طالعه عليه. جون سينا محتاج يلاعب حد من جيل جون سينا او من جيل قديم. يعني طالما ايدج مش موجود يبقى جون سينا خلاص نشوف له مصارع من جيله بقى يلعبه، او مصارع لعبه قبل كده وقدم معاه مباراتين زي الروك. جون سينا فاز مره، الروك فاز مره، فاعتقد ان ختاميه ساتردي نايتس مين ايفنت ما بين جون سينا والروك هتكسر الدنيا وهيبقى عرض جامد. ايه يعني الروك يظهر لمده سيجمنت واحد في احد عروض الرو يتحدى فيها جون سينا في الخصم الاخير، ويظهر في مباراه اخيره في ساتردي نايتس مين ايفنت، وشكرا. الموضوع كله يا روك مش هيكمل ساعتين على بعض. طالما الروك بقى عايز
يعمل حاجه، واعتقد انها هتبقى ختاميه حلوه جدا وممكن جون سينا يبقى راضي عنها. مين يرفض يلاعب الفاينل بوس ذا روك؟ الاداء ما بينهم هيبقى حلو ليه؟ لان اداء جون سينا ما عادش الاداء السريع اللي احنا عارفينه، اداء ذا روك كذلك ما عادش الاداء السريع اللي احنا عارفينه، فالاثنين هيحافظوا على بعض على الحلبه والتناغم ما بينهم هيبقى كويس. قدموا مباراتين قبل كده في الراس المنيا 28 و29 كانوا كويسين، فاعتقد انها محتاجه ختاميه الروك ضد جون سينا قوي، والاشاعات اللي طالعه ديت اتمنى انها تحصل، لان زي ما قلت لكم انا السبب الثالث في بوظان الجوله الاعتزاليه بتاعه جون سينا هو عدم ظهور الفاينل بوس ذا روك. وموضوع ان جون سينا غير راضي عن الجوله الاعتزاليه ده لو حقيقي فجون سينا معاه حق. انا ليه العب مباراه اخيره ضد ايج ستايلز والحوار كله يجي من على تويتر واكس؟ ليه العب بروك ليزنر في مباراه ما تمش البناء ليها بشكل كويس ولا تم بناء المباراه نفسها بشكل كويس؟ انا ليه اصلا العب واحد زي لوجان بول في الجوله الاعتزاليه بتاعتي مع ان في مصارعين تانيين جون سينا يستاهل يلعبهم، امثال شيماس مثلا. انا كمان برجح انه يلعب روسف، يلعب فين بالور، يلعب سولو ماتش مثلا في عرض سماك داون زي ما لعب سامي كده وقدم حاجه كويسه. لو كيفن اونز كان موجود كنت ارجح ان هو يلعبه. كان لازم برضه يلعب ساس فريك رولينز. في مصارعين كتير قوي في الاتحاد كانوا يستحقوا ان هم يلعبوا جون سينا عن لوجان بول. ليه لوجان بول مكتوب علينا في حياتنا مش عارف. فاحنا لو جينا للسبب الرابع في بوظان الجوله الاعتزاليه ديت فهي عداوه جون سينا ولوجان بول اللي ملهاش اي لازمه اصلا. انا عارف ان هم قدموا سيجمنت حلوه من ناحيه جون سينا، قدموا مباراه حلوه برضه من ناحيه جون سينا، بس بصراحه انا ما حبيتش العداوه دي خالص. الثلاث اسباب دول كافيين اصلا ان هم يدمروا اي جوله لاي مصارع. فافضل حاجات جون سينا قدمها هي عداوته مع كودي رودز الاولانيه لما كان هيل، لما تحول فيس الوضع بقى غريب. وبرضه نسيت برضه سبب مهم نحطها برضه السبب الرابع معانا، وهي عداوه جون سينا وارتروس. ده اكيد سبب يخلي مش بس جون سينا اللي يتضايق، الشعب كله والعالم كله يتضايق. ارتروس معترف ان جون سينا هو السوبر هيرو بتاعه، عملوا مباراه عبيطه في ساتردي نايتس مين ايفنت، ارتروس بعدها انطرد وعملوا بوليكا وعايزين تروس وي وونت تروس. تروس رجع بالشخصيه الهيل، حلق شعره، قال انا من النهارده ما اسميش ارتروس وهيرجع باسمه الحقيقي. بعدها لما جون سينا رجع فيس مره ثانيه ارتروس رجع عبيط مره ثانيه في الدبليو دبليو اي. طب انت عملت ايه؟ مع ارتروس لو كان مثلا قدم شخصيه الهيل دي كنا هنحبها، لكن ليه الفكره الدبليو دبليو اي دخلت ارتروس مع جون سينا علشان ترجع احداث 2011 مره ثانيه او 2012 اثناء عداوته مع سي ام بانك والباي بامب، علشان جون سينا يعمل باي بامب على سي ام بانك في وجود ارتروس. نفس الفكره القديمه، جون سينا رجع فيس، ارتروس رجع فيس مره ثانيه، ما استفدناش احنا باي حاجه. طب يا عم مصطفى طالما احنا وصلنا للنقطه دي ازاي نختم الجوله الاعتزاليه بشكل كويس بعد العبث اللي حصل؟ هما 3 حاجات مفيش منهم. الحاجه الاولى هو ان جون سينا يفوز بلقب الانتر كونتيننتال تشامبيون ويظهر في عرض الروك جاي يوم 10 نوفمبر ويتحدى ديرتي دومينيك ميستيريو في عرض سرفايفر سيريس على لقب القارات، وجون سينا يكسب لقب القارات ضد دومينيك في عرض سرفايفر سيريس ويحقق الجراند سلام. وبعدها جون سينا يظهر في عرض الرو اللي بعده يتحدى اي حد على لقب القارات ويعمل اوبن تشالنج، ويطلع لجون سينا المحارب الايرلندي شيماس، ونعمل ختاميه ما بين شيماس وجون سينا لان انا عايز اشوف المباراه دي. وانا ما عنديش اي مشكله ان شيماس يغلب جون سينا ويفوز بلقب القارات، ما عنديش اي مشكله، لان المباراه دي لا هتقلل من جون سينا لو خسر، وبالعكس كمان هترفع من شيماس انه يفوز بلقب القارات ويحقق الجراند سلام. يبقى كده احنا عملنا حاجه كويسه قوي قوي قوي. وبعدها جون سينا يعلن ان هو خلاص عايز يواجه خصم اخير، وبعدين تدق موسيقى الفاينل بوس ذا روك ويطلع ويعلن ان هو بيتحدى جون سينا كاخر خصم له في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت. ده بقى على حسب الاشاعات، لان موضوع ان الاشاعات اللي طلعت ان جون سينا متضايق من الجوله الاعتزاليه وفي كلام مع مسؤولي اي دبليو والكلام ده كله، انا عارف ان هو اشاعات وهكس ومستحيل جون سينا يخرج بره الدبليو دبليو اي لان ده بيته. فاعتقد ان فوز جون سينا بلقب القارات وبعدين يخسروا لشيماس وبعدين يلاعب ذا روك في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت كجوله اعتزاليه هتبقى حلوه. طب في حاجه كمان، بما ان عرض ساتردي نايتس مين ايفنت تحت شعار ذا لاست تايم از ناو او الوقت الاخير دلوقتي، انا شايف ان العرض كله يكون لجون سينا. يعني مثلا جون سينا يفتتح عرض ساتردي نايتس مين ايفنت يقدم سيجمنت وبرومو، وفي نص العرض نشوف شويه احداث لجون سينا، او جون سينا يلاعب كذا خصم في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت. بس انا عارف ان الدبليو دبليو اي هتخلي العرض ده بشكل عادي، هتحط فيه مباراه او مباراتين للرجاله ومباراه للديفاز، ومباراه جون سينا الختاميه هتكون طويله لان في برومو وسيجمنت جون سينا هيقدموا بعض المباراه. بس انا شايف ان موضوع الفاينل بوس ذا روك ده لازم يحصل، لازم جون
جون سينا يواجه خصم من جيله او خصم هو لعبه قبل كده. انا ما برشحش خالص جونتر، ما برشحش خالص برون بريكر، مش برشح اي خصم طالع على الساحه، لان جون سينا لازم يختم الجوله الاعتزاليه بتاعته بانتصار. بس هيبقى جون سينا حرام يفوز على جونتر ومش هتبقى منطقيه، حرام يفوز على برون بريكر برده مش هتبقى منطقيه. فالاولى ان الدبليو دبليو اي تقدم خصم مناسب لجون سينا. سؤال حلقتنا بقى النهارده، هل انت شايف ان خصم جون سينا الاخير يكون الفاينل بوس ذا روك، ام انت بترشح خصم تاني؟ جاوبنا تحت في الكومنتات. وبس كده يا احلى شباب في الدنيا، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تتابعنا على صفحه الفيسبوك وتتابعنا على حساباتي الشخصيه فيسبوك تيك توك انستجرام. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.